ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد شعراوي على قناه اليوتيوب. من فضلكم عشان جرس تفعل الجرس ده، اشتراك ولايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدا. كل سنه وانتم طيبين. قبل اي حاجه بمناسبه العيد الكريم، يا رب دايما يكون عيد سعيد عليكم. تمام. النهارده باذن الله قبل ما ابدا اي حاجه لازم تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب والاشتراكات. تمام، ادعموني انا واقع، وان شاء الله يفيدكم بجديد. اول حاجه النهارده هنتكلم عنها وهو الطموح. انك ازاي توصل بطموحك لاعلى الحدود، انك ازاي توصل، انك ازاي تنجح، انك ازاي تحقق احلامك واهدافك وتوصل لاعلى مستوى انت ما كنتش تتوقعه. في البدايات طبعا ناس كتير جدا بتستسلم، وناس كتير جدا بتيأس، وناس كتير جدا بتبقى عامله قناه على اليوتيوب وعامله انستجرام وعامله تويتر وعامله تيك توك، وناس كتير جدا بتحاول تسعى في مجالات كتير، وفي شغل زي السباكه والنجاره، واللي بيحاول يدور على نفسه في التعليم، واللي بيحاول يدخل كليه طب، واللي بيحاول يخلص جيش عشان يشتغل او يسافر او كل المجالات. عايز اقول لك على حاجه واحده، انك في البدايات هتفشل. اللي بيعمل قنوات على اليوتيوب مثلا هيفشل في بعض الاحيان، هيتعب في بعض الاحيان، مش هينجح في بعض الاحيان، هيقع كتير، محدش هينجح ومحدش هيتفرج عليك. فلازم انت مره واثنين وثلاثه وعشرة لحد ما ناس تشوفك وناس تتابعك وناس تحاول ان هي تشوفك وتشوف ان المحتوى بتاعك مهم وهادف، وساعتها ممكن يعمل لك اشتراكات ولايكات وشير ومش عارف ايه. وكذلك في التعليم يا جماعه، استحاله تقدر تنجح لما تذاكر وتجتهد مره في مره في مره في مره، وتقدر ان انت تشوف حيز معين او دافع معين يحفزك على الفوز فتقدر تنجح. وكمان يا جماعه في السباكه او في النجاره او في اي صنعه او في اي حاجه مستحيل هتنجح، مستحيل هتتعلم اي حاجه من غير ما يكون عندك الصبر عشان تنجح. تمام. ناس كتير جدا بتقول الحظ مش، استحاله الحظ هيجيلك الا لما تصبر. الحظ بيجي بعديها الصبر، الصبر الاول بعد كده الحظ. فعشان بس نكون فاهمين ان الحظ ما بيجيش الا بعد الصبر. تمام. فانت لازم تتعب، لازم تتعب ولازم تجتهد ولازم تشتغل على نفسك. فطبعا لازم تنجح ولازم توصل. تمام. ولازم تبر والديك، تبر ابوك وامك، ولازم تعاملهم كويس باحترام، ولازم تبقى كويس معاهم. يعني حاجات كتير يعني هنتكلم عنها بعدين. المهم، فانت لازم ايه؟ تضحي عشان تنجح. استحالة النجاح هيجي لما في الفشل. لازم يكون فشلك كتير، وقعاتك كتير، تعبك كتير، حزنك كتير، معاناتك اكبر. بالطريقة دي هتقدر تنجح وتوصل، مش شرط طبعا بس انا بقول لكم عموما. فانت عشان تنجح لازم يكون عندك كل الحيز وكل الحاجات ديت عشان تقدر توصل للي انت عايزه. تمام. دي من ضمن الحاجات. اما بخصوص بقى الناس اللي عايزه تتعلم وعايزه تجتهد وتشتغل على نفسها عشان توصل للي هي عايزاه، انت مطلوب منك تضحيه، مطلوب منك اخلاص. احنا عندنا يا جماعه صوره جميله جدا في صور القران اسمها صوره الاخلاص. تمام. اللي هي بتاع قل هو الله احد. يا جماعه الصوره ديت مبينه عن نفسها، موضحه نفسها، فيها باسورد، فيها السر. الاخلاص ان اي حد، اقسم بالله اي حد، بنت او ولد او اي انسان في الدنيا مهما كان سنه او نوعه او شخصيته، لو اخلص لحياته ولشغله ولنفسه وكل حاجه في حياته هتخلص له. ان اخلصت لعربيتك وما صبرتش لحد ما اللمبه الحمراء تنور والجاز يخلص ومش عارف ايه وراعيتها واهتميت بيها، العربيه تخلص لك. مهنتك لو اخلصت لمهنتك واتقيت ربنا فيها واشتغلت على نفسك واجتهدت وتعبت وكنت على قدر من المسؤوليه وعلى قدر من الوعي، شغلانتك هتخلص لك. اللي يخلص لحياته، لشغله ولتعليمه ويذاكر ويجتهد ويبذل مجهوده هينجح، وحتى لو ما جابش الدرجه اللي هو عايزها اكيد هينجح وهيوصل وربنا هيوفقه في حاجه تانية. وعندنا مثال كبير لشاب بيقول لك كنت جايب في ال4 سنين امتياز، جيت 5 سنة تقريبا، مش عارف كان في حقوق او في ايه. المهم جه عشان يجيب الامتياز في رابع سنه سقط. فبيزعل بيقول يا رب طب انا اشمعنى ليه انا اسقط وليه وليه وليه. فربنا عز وجل كان له حكمه بس هو ما عرفهاش. جه بعد كده ان السنه اللي هو سقط فيها مفيش اي حد من صحابه، تمام، اللي جابوا امتياز اتعينوا معيدين في الجامعه. جه السنه الجايه، يعني هم كانوا عاملين في السنه اللي هو كان فيها دي ممنوع اي حد يتعين معيد، فكلهم نجحوا اللي هو. جه السنه الجايه نجح اتعين معيد وهم شكرا عدوا. فيا جماعه ربنا له حكمه، فانت ربنا له حكمه. تمام. اي انسان، اي انسان ربنا خلقه على وجه الدنيا ربنا خلقه لحكمه معينه وخلقه لطريق معين. انت اي حاجه في الدنيا دي مكتوبه لك، اي شغل اي حياه كل حاجه مكتوبه لك، بس باختيارك، بس بارادتك، بس بطريقك. تمام. فدي من ضمن الحاجات اللي انت بتحددها في حياتك.
ان انا عايز. انت عايز ايه في حياتك؟ عايز انجح، يبقى خلاص اتخذ طريق النجاح. شوف خطوات، شوف خطط، شوف مبادئ تقدر تمشي عليها، وخطط لنفسك واكتب ورقه وقلم وعقت تقوم من جديد، وعقت تقوم من جديد. هتوصل في يوم. استحاله، استحاله في الدنيا ديت محدش هيوصل الا لما لازم يتعب الاول. وتاكد انك هتوصل، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. تعبت هتوصل، اجتهدت هتوصل. قعدت في مكانك واعتمدت على الظروف وقلت انا والفشل والبتاع، يبقى مش هتنجح. الدنيا تمام. في واحد بيقول، عالم كبير جدا، بيقول الدنيا لا تفسح الطريق الا لمن يعرف الى اين يذهب. وكما قال ارشميدس، تمام، كما قال ارشميدس: حدد لي موقعي الان وساحرك لك الكرة الأرضية. فأنت لازم تشوف أنت فين، أنا فين من مين، أنا فين من مين. مش مهم اللي ينجح، المهم اللي ينجح إمتى. أنا نجحت إمتى، عديت وقت إمتى، عديت طريق إمتى، وصلت للي أنا عايزه إمتى. عايز أنجح وعدي الوقت القياسي، اخترق الوقت القياسي. ما بقاش نجحت مثلا وانا عندي 50 لا، انجح في الوقت. انا نجحت امتى، انا وصلت للطريق امتى. فالوقت يا جماعه، عامل وقت. انا عشت وعايش وهعيش، تمام. انا بقولها عشت وعايش وهعيش. كلبي بيجري ورايا، تمام، تمام، وانا بجري والعربيه عشان سرعته تبقى تضاعف، تبقى 10 اضعاف. لكن انا مش عايز انجح واوصل اللي وصلوا اساتذه قبليه او كده في وقت بعيد. لا، انا عايز احطم الارقام القياسيه. انا وصلت في قد ايه، انا نجحت في قد ايه، انا حطمت الارقام القياسيه في قد ايه. فهنا انت لازم الوقت، استعمل عامل الوقت اللي بيعدي منك في تتفرج على التلفزيون، او تشيت على الواتس او على النت او على الفيسبوك او على تويتر او على الانستجرام او كل الحاجات دي. لا، استخدم وقتك. اتفرج على تنميه بشريه، اتعامل، اشتغل، اجتهد، اخرج، اتصل على ناس. ابدأ من الآن، ما تقفش. الدنيا مش هتتفرج عليك وتسيبك، لا، ابدأ انت. روح واشتغل ودور مرة واثنين وعشرة ومية ومليون لحد ما يجي اليوم وهتنجح. مستحيل 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 ما تتعبش وما تلاقيش. لا، اوعى تيأس، اوعى تستسلم. هتنجح في الوقت اللي ربنا عايزه. ربنا مجهز لك اللي على مقاسك، حلم اللي على مقاسك، بس مش في الوقت اللي انت عايزه ولا في الطريقة اللي انت عايزها. لا، في الوقت اللي ربنا عايزه وفي الطريقة اللي هو عايزها وعلى الطريقه اللي هو عايزها. عذرا انا بتكلم بسرعه، بس عموما يعني. فالوقت اللي عايزه ربنا هو اللي انت هتكون فيه، يعني اللي انت هتكون فيه هو اللي ربنا عايزه، بس باختيارك وبطريقك وبشخصيتك، تمام. فرض سيطرتك على حياتك. لازم تكون مسيطر على حياتك. لازم يكون لك شخصيه في اتخاذ القرارات. لازم يكون لك شخصيه في انك عارف بين الصح والغلط. لازم ما يكونش عندك تلقائيه في الكلام. اي حاجه اقولها، اي حاجه اعملها، لازم افكر فيها 1000 مره عشان ما ارجعش اندم عليها. حاجات كتير جدا احنا محتاجين نغيرها في حياتنا. اقرا كتير، اتعلم كتير، ذاكر كتير، اشتغل على نفسك كتير، اعمل قنوات على اليوتيوب، اتعلم، حدد لنفسك هدف، هات ورقه وقلم وخطط لنفسك وشوف انت عايز ايه، تعمل ايه، وشوف نفسك انا مين من مين مثلا. لا، انت لازم تشوف نفسك، لازم تشوف نفسك انت هتنجح في ايه، هتعمل ايه في حياتك. حياتك هتفضل كده؟ لا. طب انا لازم يكون في تغيير كامل لمجرى حياتي. ما افضلش في مكاني، ما افضلش قاعد، ما افضلش مستمتع مستلقي في مكاني. لا، لازم احاول وانجح، وصدقني هتوصل. مفيش حد ما بينجحش، بس بتنجح مع الوقت. بعد سنة سنتين محتاج وقت ومحتاج مجهود، وتعيد تقييم نفسك وتعيد حساباتك وتحاول وتسعى وتكمل وتعمل فيديوهات. هيجي اليوم وهتنجح، هيجي اليوم وهتوصل. صدقني، اوعى تيأس، اوعى تستسلم، اوعى تقول انا مش هنجح. والله هتنجح، بس كل حاجة محتاجة وقت، محتاجة مجهود، محتاجة صبر. اصبر وهتلاقي كل حاجة بتيجي في وقتها. ربنا عايزك، ربنا شريك، ربنا بيحبك، ربنا ينجحك. بس لما يشوف منك شوية تعب، شوية مجهود، شوية بذل مجهود، شوية قرب منه، شوية تضحية، ساعتها هيديك اللي انت عايزه. لانه عرف انت قد ايه انت نجحت، عرف انت قد ايه انت مصر على الهدف ده. ربنا لما يشوفك انت مصر على الهدف ده هيديهولك، لانه عارف ان انت مش هتتخلى عنه. وربنا عايز منك، عايز يشوف صبرك. هل انت فعلا عايزه، ولا شويه عامل زي الطفل الصغير اللي بيعيط على حاجه واول ما ينام ينساها؟ لا، ولا هو انت مصر عايزه. ساعتها لما يلاقي منك الاصرار على النجاح هيديها لك، استحاله يخذلك فيها. فدي من النقطة اللي انت لازم تفهمها، انك هتنجح وهتوصل، بس في الوقت المناسب. انت لسه مش مستعد. لما يتهيأ لك الظروف وتكون جاهز وتفشل كتير وتتعلم من اخطائك وتبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي، ويبقى معاك قدر من المال وقدر من المسؤولية وقدر من التعب وقدر من الخبرة والفقه والتعليم وتفتيح العقل،
تمام، والادراك والمعنى، وان انا ما اكونش تلقائي، وان انا اتعامل في المجتمع اللي انا فيه، ويكون معايا لغات، واتعلم انجليش، واقرا كتير، واتعلم كتير، واعمل قنوات على اليوتيوب كتير، ويبقى عندي هدف، واتعلم واذاكر واشتغل على نفسي، واطور من اهداف واحلام. ساعتيها ربنا هيجيب لك الحاجه اللي انت عايزها لحد عندك، لانك تستحقها، لانك مشيت، لانك تعبت في الوقت اللي غيرك كان قاعد ومستلقي وقاعد ومستريح. انت اللي تعبت، انت اللي اشتغلت على نفسك، فساعتها هتستحقها. تمام. الدنيا ما بتديش لحد الا اللي عايز ياخد ومصر ان هو ياخد. عمرها ما هتديك بضعفك، بقلة حيلتك، لا، لازم بقوتك، بانك تاخد حقك بايدك، انك تحاول تخربش في الحيطان وفي الجبال وتحفر لحد ما توصل. تمام. وما قدرتش تاخدها بالقوه يبقى انت انسان ضعيف. تمام. اوعى تفشل. مفيش حاجه اسمها انا فشلت، في حاجه اسمها انا اخطأت. في تجارب خاطئه تؤدي، تمام، الى طريق خاطئ، وفي طرق ناجحه تؤدي الى طريق صحيح. لكن ما تقنعنيش وتقولي فشلت. انت فشلت ليه؟ عشان تتعلم النجاح. انت ربنا عمل عندك جهاز تنبيه، اول ما تتخبط تتألم. تمام. جهاز شعوري كده جواك على الجلد. طب ده بتتألم ليه؟ قال لك لانك انت ربنا عايز يعلمك انك لما تتألم يبقى انا مش هعمل الغلط ده تاني. جهاز دفاعي ليك عشان يعلمك انك ما تعملش الخطأ ده تاني، ولو عملته هتتألم، فانت ما تعملوش فمش هتتألم. دي النتيجة اللي ربنا علمها لك. حتى في جسمك، في ادراك، انت مش فاهم عينك دي بتعمل، عينك دي بتبربش بس كده يعني، بتغمض وتفتح في بيقول لك 104,000، تمام، في السنة، في البتاع دهوت، في اليوم الواحد. لسانك عنده 401,000، تمام، بيقدر يكتشف التذوق. تمام. عندك في العقل، تمام، نقطة العقل عندك بتاع دوت مليار خلية. تمام. مليار خلية بتقدر تفرز يعني وتقدر ان انت بالمليار خلية ديت انك تحفظ معلومات، وتحفظ حاجات، وتحفظ بتاع. عينيك بتقدر تفرق بين مليون لون. فهو ربنا خلق لك حاجات كتير جدا. المناعه عندك بتقدر تطرد اي جسم وبتدلعك ان انت بتعطس. العطس ده مش خلاص، في ميكروبات جوه جسمك. الجسم بيتدخل وعنده نقاط دفاعيه، بيروح عامل حاجه اسمها المناعه دي بتسد او بتخرج اي مرض بيحاول يخترق جسمك او يأذيك. ربنا عندك عامل لك نقطه حمايه جواك عشان بيحبك. انت لو اكتشفت جسمك واكتشفت الحياه اللي انت فيها انت هتستغرب. انت في حاجات كتير جدا ما اكتشفتهاش، لازم تغامر وتعافر عشان تشوف الحاجات دي. انت في مغامرات في الدنيا رهيبه، لو اكتشفتها اقسم بالله هتعيش ملك. اسمعوا مني، جربوا، حاولوا، صدقوني الحياه بتستحق المعافره، المغامرات، المتعه. حتى في الالم ده له متعه، ان انت بتتعلم منه. ده انا اتألمت وتعبت واتنصب واتعمل عليا ومش عارف ايه وده كان عليا وده مش عارف ايه، وده انا ساعدت هنا، وده انا اجتهدت هنا، وده انا تعبت هنا. مغامرات بتكسبك قوه، بتكسبك مناعه، بتكسبك صحه، بتديك طاقه اكتر انك تكمل. هي الحياه كده، وفي الاخر كلنا هنموت. يبقى اسعى، ما تضيعش وقت ولا ثانيه من حياتك الا في حاجه انت بتحبها، في حاجه انت شاريها. ما تتعبش في حاجه انت مش عايزها، او جرب حاجه جديده. حاول تجرب، ما تخليكش دايما قديم في كل حاجه. لا، قيم حاجه جديده، اسعى لحاجه جديده. مش عشان واحد مثلا مثلك الاعلى كان عالم كبير. العالم الكبير ده كان دايما كان بيتكلم التليفون اللاسلكي، يبقى انا اعمل زيه وامسك التليفون اللاسلكي وانتظر مكالماتي عشان بتقمص شخصيه الشخص ده، عشان ده مثلا. لا، طور من نفسك، شوف العالم اللي انت عايش فيه ده عايز ايه، وطبقه، وتعلم من غيرك، وشوف نقاط ضعفك وحاول تمحيها، وابني نقط قوة جديدة، واشتغل على نفسك. ودايما قيم نفسك اول باول، وحدد اهدافك، وشوف اصحابك، الناس القريبه منك، وقول لهم انا نقطه ضعف ايه، انا وحش في ايه، انا بهزر كتير، انا بتكلم كتير، انا بتعب كتير، انا قيموني. لو انا وحش قولوا. فالحاجات دي كلها بتنميك، بتخليك اقوى، صدقوني. فانت اشتغل، ما تقفش، استمر، صدقني هتوصل. مفيش ربنا يعني هيكل الكون كله مبني. تعبت هتوصل، فشلت هتنجح. الحياة كده، صدقوني. فانت لا، اوعى تقول انا مش هنجح. هتنجح في الوقت اللي ربنا عايزه. ربنا عمره ما يخذلك، بس انت اسعى. حط لنفسك حلم، حط لنفسك هدف، حط لنفسك غاية، حط لنفسك طريق تمشي عليه، وصدقني هتنجح. مفيش حد ما بينجحش في يوم وليلة. اوعى تقول انا مش هنجح، لا، هتنجح في الوقت اللي ربنا عايزه. تمام.
ان شاء الله اشوفكم على خير في حلقه جديده وبرنامج جديد من قناه محمد شعراوي، واللي جاي افضل ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد، وتذكروا دايما ان لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. تمام. فانت ما تيأس وما تستسلمش، خلي عندك امل بالله ويقين ان ربنا هينجحك في الوقت اللي هو شايف ان انت تستحق فيه النجاح، وان هو ده الوقت المناسب. وصدقني فإن مع العسر يسر. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.